من الأشياء الطيبة الحمد لله في حياتي أني تزوجت بدري. يعني أنا تزوجت في الصف الثاني ثانوي، ولو كان الأمور طاوعتني وساعدتني كنت بتزوج في أولى ابتدائي. كنت أنا مشهور الحمد لله بفضل الله، راسي قاسي شوي ترى، كنت الحمد لله بفضل الله بسم الله علي، فكنت إذا نطحت واحد ما عاد يشوف خير بعده. ويعرفون الطلاب أني ما يحتاج اللي يتعبني ولا شيء، بس أعطيه راس خلاص. فكان عندنا مدرس الله يذكره بالخير وإحنا يمكن ثاني ثانوي، مدرس هذا جاء جديد وكذا يبغى يفرض شخصيته، فصار ينطح الطالب، ما يضرب ينطح وعنده راس. ما والله الطلاب ينجنوا ما يبغون النطح، صار يجي عنده الطالب يقول أرجوك يا أستاذ أضربني بس لا تنطحني، ويعود يتشجع ينطح لا شافه مكان. قالوا تكفى يا ناصر، بغيت أقول قالوا تكفى يا دكتور ناصر، أحسب إني دكتور من ذاك اليوم. قالوا تكفى يا ناصر شوف له حل. قلت طيب تدرون أنا بغلط وبخليه يجي يضربني، فإذا جاء يضربني أنتوا تقولوا لا أعطه راس هذا يخاف من راس. قالوا طيب. جالس هذا مسكين فعلا غلط وكذا وسويت همجة في الفصل، وجاء يبغى يضربني، قلت أرجوك يا أستاذ كل شيء إلا الراس، خذ أضربني 100 جلدة لكن لا تعطيني راس. قال أبدا إلا تأخذ نصيبك يا أستاذ تكفى. قال والله خليته لين قرب وأنا حمد طخ وأصقع، وإذا أبو يسوي كذا. وقاعد تصدق في المعهد ذاك يمكن 5 سنين ما عاد نطح واحد، تاب الله عليه من النطح. وذكرتني الآن يا أخي وأنا أضحك سنوني هذه المكسرة لها موقف، يعني حتى ما أبغى أضحك أحيانا قدام الكاميرا، ودي أسويها بس ما فضيت. هذه كل واحد انكسرت الوحدة، تصدق واحدة جينا نلعب كورة وإحنا صغار بالحجار، نلعب كورة وأضحك مبسوط طق وانكسرت هذه، قلنا الحمد لله على السلامة راحت. وجينا الثاني نمشي راجعين من المدرسة وقدامي واحد ملقوف ولد يرمي حجار كذا، قام رمى الحجار الثاني وهبدني هنا طق وكسر الثاني، فصارت ما شاء الله 8. الحمد لله ذكرى، هذه ذكرى حلوة. وكنت اتجه اتجاهات غريبة، يعني كنت اتجه حتى إلى الفن والطرب، بل بدأت في تسجيل بعض الأشياء. عجيب. وكنت يعني كانت كلماتي وألحاني وكنت، لكن تصدقني من قبل مسألة الاتجاه العلمي والاتجاه للتدين أكثر كان في نفس الشيء عندي، لأني كنت أرى أني من أسرة وكذا إنه ما تناسب بعض التصرفات، لكني كنت في طبيعتي وفي قلبي يعني كما يقولون فنان أحب الفن، بل لا أنسى أني كنت أنثر الدموع مدرارا مع بعض الأغاني. الله. وحاولت أن أعزف العود ومشيت فيه مشوار طويل. وكنت حتى ورعيت الغنم في صغري ولا أنسى تلك الأيام الجميلة. وكنت منذ أن أخرج الصباح الباكر مع الغنم إلى أن أعود في المساء وأنا يعني في صوت واحد من الموالات والقصائد على رؤوس الجبال الشامخة، كنت أشد بصوتي من رؤوس الجبال فتتناقلها الأصداء والوديان، وحتى بعض القرى كانوا يعرفون خلاص إذا قالوا هذا ناصر، كان صوتي حتى أكثر يعني ندي أكثر. وكنت أدخل أيضا في ميدان العرضات والبدع والرد. كنت أذكر وأنا في الصف يمكن الخامس ابتدائي وأنا مرجح في السيارة، ونزلت في حفلة عرضة وأخذت الميكروفون وألقيت قصيدة محاورة، وجاءتني هدايا. حتى مرة كان في 100 ريال القديمة هذيك، تعرف هذيك 100 اللي يمتلكها يعني شيء كبير، كانت تأتيني المئات هدايا من الناس. غريب هالولد الصغير ويقول صوت وقصائد فكانت النشأة الحقيقة يعني فيها كثير من الأشياء. أنا أخشى أني يروح بك في الحديث. بدايتي في الشعر، أول ما بدأت في الشعر منذ أن نطقت وأتكلم وأنا أغني دائما وأترنم بالشعر، وبدأت بالشعر الشعبي. العارضة كنت أدخل أحيانا، بعدين تركت العارضة خوف أمي خافت علي لا يجيني عين، لكن كان غريب يعني. بعدين تركت ميدان العارضة. بعدها عاد لما بدأت في سن المراهقة وكذا بدأت أكتب لك قصائد الغزل وتغنى عاد. وتعرف في القرية يعني يذكرك بالحياة العربية الأولى، يعني نرعى الغنم، يكون معنا أيضا أحيانا الفتيات ما شاء الله طبعا في جمالهن ولبسهن وحشمتهن وكذا. وكنت ما شاء الله أنشئ القصائد كان كله غزل، كل قصائد. بعد ما وصلت تزوجت الحقيقة بدأ المسار يتغير أكثر، لأني قلت لك في داخلي أصلا عندي نزعة دينية، حب لهذا الشيء. وكنت يعني قلبت انقلاب كبير، يعني كنت رأس في المشاكل، يعني مشاكل محدودة. يعني أنا من الحمد لله من صغري ما أحب الأذية ولا لي يعني مشاكل لكن يعني طاقة زايدة. طاقة زايدة. في المدرسة ما حد يستطيع يكلمني، كنت في المعهد لا من المدير ولا من الأساتذة ولا خلاص يعني. جيت الجامعة حتى أول ما جيت وجلست مع بعض الطيبين عاد في الجامعة قالوا نبغى نقرأ في كتاب تفسير.
قرأنا قرآن قالوا نبغى تفسير ونحتاج كتاب تفسير. وش كتاب تفسير ذا؟ قالوا نشتري كتاب تفسير ابن كثير. من وين جيبون هذا؟ قالوا ينباع عند الحرم. رحت عند الحرم، رحت مكتبه قلت عندك تفسير ابن كثير؟ كتبته. قال عندي. قلت أعطني واحد لو سمحت. أحسب إنه كتاب صغير. فشوي وينزل الكتب كل واحد كأنه كيس اسمنت ما شاء الله. رصت لي 4 مجلدات. قلت وش هذا؟ قال لي هذا ابن كثير. قلت كله هذا. جيت فتحته لقيته ورق أصفر. يا الله بقي أقرأ في هالكتاب. أخذت هذا التفسير. تلك كانت هي البداية في القراءة. قرأت التفسير استمتعت، وبدأت عاد أقتني الكتب مبكرا، وانقلبت يعني مثل قوتي في الجرأة في الأول في كل شيء، وأني الحمد لله متحمل مسؤولية. بدأت حتى ألقي كلمات من صغري، لأن البلاغة والنقد هي لغة. أنا اليوم أقول لكثير من الناس ترى ما المسألة مسألة أنك تحفظ لي أحاديث كثيرة وآيات، المسألة أنك تصبر غورها، تتعمق فيها، تفهم مكنونها، تستمتع ببلاغتها. والله أنا الآن والله أعظم من لذة الأكل ومن لذة الشرب، أعظم لذة تمر علي يوم أتأمل آية أو حديث وأعرف ما فيها من الدرر من الجمال والجلال. هالقرآن وهالسنة مؤثرة بطبيعتها ونحن نحترمها ونجلها، لكن لو تسأل كثير منا عن أسباب الإعجاب ما هي مفهومة عندك. لكن يوم تكون عندك بعض الأدوات. القصائد كثيرة. أنا عندي كتاب كامل اسمه قصائد ضاحكة. ترى أنا هذه طبيعة في، يعني أنا من النوع اللي ينظر للحياة بابتسام دائما حتى في أحلك الظروف، وهذا هو الأصح. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما رؤي إلا مبتسما. شوف هذا المعنى، ما رؤي إلا مبتسما. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة الابتسام ومقدارها. عندي كتاب كامل اسمه قصائد ضاحكة، في بحث في الكتاب هذا في 100 صفحة عن الضحك في الإسلام، يعني فن الجنس بدون حياة في الموضوع. أنا أقول لك من خلال عملي في اللجنة، صدقني إن كثير من المشاكل هو بسبب فعلا، يعني كثير منها بسبب عدم الفهم والثقافة في هذه الأمور، حتى الأمور الخاصة بين الزوجين، ولا حتى نفسيا. ترى المسألة تحتاج، خاصة في هالعصر. يعني أول ترى الناس كانوا مدروشين كلهم ماشي الحال، وهل كانين الناس أول في الشغل الواحد يشتغل ويكر في الجبل وفي الحجار إلين يروح لا عاد يبغى يشوف زوجته ولا الزوج تبغى تشوف، وإذا يبغى يشوف لا في لمبة في الليل ولا في شيء، الله أعلم يطربق الأمور هو في الليل وانتهى الموضوع، ولا في ثقافة جنسية ولا فكروا فيها. لكن الآن عندك إغراء، عندك فتنة، عندك قنوات فضائية، عندك مناظر تفتن الطرفين، عندك شيء مو طبيعي، عندك حياة تغيرت الدنيا الآن وتبغى تعيش في هذه الحياة في. ومع هذا الدين ما هو ضده، يعلمك كيف يعني فن الرومانسية، فن العلاقة الزوجية، فن المسائل، فهم المسائل الخاصة بين الزوجين. قلت العريس هذا مسكين نبغى نقدم له شيء، ما عنده كتاب، يجي يدخل عريس ما عنده شيء. وإذا جاء خاصة إذا جاء إنسان يعني متدين، جابوا له إخوانه المتدينين المطاوع كتاب كل واحد يبغى له 5 أنفار يشيلونه، هو رايح يبغى حرمته، يبغى يروح ينام معها ولا يبغى يقعد يقرأ هذه الكتب كلها. وبعدين يجيبوا له الزواج من عهد آدم ويقعدون يفصلوا لنا وكيف. طيب أبونا آدم روح الله يستر عليه بقى تعلمني كيف الزوج وكيف، ويعلمونا بالزواج كله عن الأنبياء هذا يصلح كتاب علم في المكتبة اللي يبغى يتعمق. أما هذا طيب شاب صغير حبيب عريس يبغاك تعلمه مسائل مهمة وتشرح قلبه وتفتح نفسه ما يبغاك تدخله في متاهات، وبعدين يمكن حتى لو كان عنده همة بردت من بعض الكتب. أنا لا أريد يا شيخ الإجابة المعتادة اللي دائما الواحد يقول والله القصائد هي كلها أبنائي وأنا ما أفرق بينهم، لا أنا أبغى قصيدة. بل القصائد كلها أبنائي، بس بعضهم بهذلوني وشياطين وبعضهم طيبين وبعض أطيب هؤلاء الأبناء. الله يصلحهم. نريد موقف يعني موقف طريف مر بالدكتور ناصر. موقف طريف؟ والله ما أدري، ما تخلو الحياة. مر بي شخصيا ولا مواقف؟ مر بك شخصيا. مواقف كثيرة وإحنا صغار وإحنا كبار وإحنا مواقف كثيرة يعني. مع شخصيات معروفة مثلا. مع شخصيات معروفة لازم يعني. بس أخاف بعدين تجيبهم مقابلة ويستلموني يردون علي. ولا الشيخ سعيد مسفر، ما دبنا جبنا سيرة الشيخ سعيد مسفر مثل أبونا، يعني نحب أن نجي عليه لأنه يحب الأشياء هذه. فمرة من المرات كنا في الكويت، كان عندي محاضرة قبل وأمسية، وكان هو اليوم الثاني، وتعرف جماهير في مخيم بيسمونه مخيم، جماهير أكثر من 10,000 تحضر. فأنا عارف أن الشيخ موجود. فاليوم الثاني خليته لين طلع بعد ما خلص المحاضرة مبسوط والجماهير والناس، دقيت على جوال اللي معه قلت له الشيخ سعيد معه، قال لي قلت عطني إياه. أخذت كلمت الشيخ سعيد. تعرف الشيخ سعيد أول ما تكلمه يسوي نفسه يعني عم خير من ها ايش تبغى عندك، ما يعطيك وجه أول شيء. قلت له ألو، قال نعم خير يا أخي. قلت له الشيخ سعيد، قال نعم يا أخي خير منع. قلت له أقول لك عند الشيخ سعيد مسفر. قال نعم. قلت أنت اللي ملقي محاضرة اليوم بالكويت؟ قال أيوة يا أخي أنا اللي ملقي محاضرة. ها وش عندك؟
قلت معك جابر الصباح. قال من؟ قلت أقول معك جابر الصباح. قال مرحبا ألف، يا هلا يا طويل العمر، يا مرحبا، وش هالساعة المباركة، وش هالحز الطيب اللي تتصل علي، الله يرحم الشيخ جابر، وش هالساعة الطيب اللي تكلمني فيها. قلت أن أبيك تتعشى عندي الليلة. قال يا طويل العمر والله إنها أسعد ساعة، لكن الآن الإخوان جهزوا العشاء وبنقلط الحين على العشاء، واللي تامر نجيك طال عمرك. قلت يعني مرتبط؟ قال اللي ترى طال عمرك. قلت وش رايك تغدى عندي بكرة؟ قال سم طال عمرك. قلت والله ما تذوق يا خبيث.